لو انت هتجيب سامسونج اس 26 الترا اللي نزل جديد بحجه انك عايز تعمل محتوى، فاسمع الفيديو دوت، لانك في الاغلب بعد الفيديو دوت مش هتفكر تشتري التليفون ده اصلا. غريبه قوي الناس اللي بتفكر تجيب تليفون وتخليه سيت اب وتعمل بيه محتوى. بص هو ينفع بس مش احسن حاجه. انت ممكن بفلوس ديت تجيب حاجه اقوى بكتير قوي من التليفون. انت ممكن تعمل سيت اب كامل بثمن التليفون ده. وانا مش بقول للناس ما تشتريهوش عشان هو تليفون وحش، لا هو بالعكس تليفون جبار، تليفون خرافي بجد. انا لو معايا الامكانيه ان انا اشتريه هشتريه حتى لو انا عندي سيت اب. بس لو انت هتجيبه بحجه انك تعمل محتوى فلا ما تجيبوش. وهقول لك ليه دلوقتي. فخلينا نعرف بقى دلوقتي سعر التليفون ده كام ونعرف احنا نقدر نجيب ايه بالسعر ده. سعر التليفون دلوقتي حاليا حوالي 95000 جنيه للنسخه ال1 تيرا. 95000 جنيه دول انت ممكن تجيب بيهم حاجات كتير جدا، وتعالى اقول لك تجيب بيهم ايه. بص انت عشان تبدا صناعه محتوى فانت محتاج لك شويه حاجات كده بديهيه، مايك واضاءه وحاجه تمنتج عليها عشان تطلع قطعه المحتوى اللي انت عايز تطلعها. الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده خلينا نبتديها واحده واحده مع بعض ونشوف نقدر نجيب ايه بالمبلغ ده. اول حاجه ورقم واحد لازم تستثمر فيها وهو المايك. انا حاليا بستخدم مايك بويا ام 1، ولو انت بتحبش المايك اللي بسلك ممكن تستخدم مايك وايرلس زي الهولي لاند مثلا. مايك خرافي وحرفيا كل بتوع السوشيال ميديا دلوقتي بيستخدموه، وانا بفكر الفتره الجايه دي اجيبه واستخدمه. المايك البويا ام 1 عامل تقريبا حوالي 350 جنيه، والهولي لاند مارك 2 عامل حوالي 5000 جنيه للنسخه الكومبو اللي هي تشتغل على ايفون واندرويد وكاميرا. طيب احنا كده جبنا المايك، محتاجين ايه تاني؟ محتاجين اضاءه. تقدر تجيب اضاءه محترمه سيت اب كامل حرفيا بالاضاءات بتاعته، مش هيعدي ال7 8000 جنيه وهتجيب اضاءات احترافيه. او ممكن تعمل حل تاني بديل خالص، تعمل اضاءه زي اللي انا عاملها دي. الاضاءه دي حرفيا كلفتني حوالي 500 600 جنيه بالستاند بتاعها. انا الاضاءه دي عاملها كلها يدويه، عامل بوكس من المعدن وحاطط فيه لمبتين ومغلفه بكرتون ومن جوه ورق الومنيوم عشان يوزع الاضاءه بشكل كويس. بعد كده هتحتاج الحاجه اللي هتصور بيها. وانا في الفيديو ده مش هقول لك هات كاميرا بصراحه، عشان انت لو جبت كاميرا هيكون برده ناقصك تليفون. فانا هقول لك هات تليفون. معظم التليفونات دلوقتي اللي في الفئه المتوسطه او الاقتصاديه بتقدم كواليتي كويس جدا للكاميرا، ومعظمهم بيطلعوا فيديو بجوده 4K. ولو هرشح لك تليفون فانا هرشح لك اوبو، وتحديدا اوبو 15 برو. بعد ما تجيب التليفون بخلاف ان انت هتصور منه، انت ممكن اصلا تعمل منه شويه مونتاج بسيط كده للريلز بتاعتك. بعد كده هتحتاج شويه استندات عشان تحط على التليفون وستاندات عشان تحط على الاضاءه. انا عايز اقول لك انك ممكن تجيب مجموعه استندات كبيره جدا مش هيعدوا ال 2000 جنيه. هتجيب ستاند للتليفون وهتجيب ستاند للاضاءه وهتجيب ستاندات ثانيه مش هتستخدمها باقل من 2000 جنيه. ثانيه واحده بقى عشان لازم اوريكم حاجه بايدي الاثنين. انا جايب الستاند ده، انا مش عارف بصراحه الستاند دوت يعني ايه لازمته. انا شفته على امازون، انا ما اعرفش يعني ايه اكتر فايده اقدر استفاد بيه منه، عشان انا ما بستخدموش غير ان انا بشبكه بس في السرير بتاعي وانا بتفرج على اي حاجه وانا نايم. مش عارف، انا حاسس ان ليه استخدام اكبر من كده بس مش مشكله. فده ستاند من ضمن الستاندات انت هتجيبها ب 2000 جنيه. في ستاند تاني برده عشان لو عايز تاخد مثلا زاويه تانيه بكاميرا تانيه او بتليفون تاني برده، يعني الستاند ده، والستاند ده سعره حوالي 275 جنيه يعني مش ببلاش. بس الستاند دوت انا بستفاد بيه، يعني انا بحب الستاند دوت عشان بعمل بيه حاجات كتير جدا، وانا ساعات باخد برده شوتات تانيه بكاميرا تانيه بالستاند ده. الستاند بقى اللي انا بصور عليه حاليا دلوقتي ده انضف ستاند فيهم تقريبا عندي. الستاند الكواليتي بتاعته جميله جدا، وبيجي معاه الريموت ده. الريموت ده عشان اقدر اتحكم في الكاميرا وبتاع ولو دوست هيفصل البتاع، بس مش مشكله يعني. جبت برده في حدود 2000 جنيه الستاند دوت، وده افضل ستاند عندي لحد دلوقتي. الماتيريال بتاعته حلوه جدا، كلها من المعدن ومتين قوي. برده ما اعرفش استخدامه لحد دلوقتي. انا شفت ناس كتير بتعمله في المكاتب، بتعلقه في المكتب بالبتاعه دي كده، وتبتدي بقى تعمل كده وتطلع بقى وتنزل وتحط فيه التليفون بقى او مايك او اي حاجه من الحاجات ديت. لحد دلوقتي لسه ما لقيتلوش استخدام يناسبني، بس انا مش عارف انا جبت ليه بصراحه. يعني انا فلوس بقى مرميه على الارض وكده، ما هو ب 95000 جنيه يعني، فانا هبزغ في كل حاجه حرفيا يعني. مش هروح اجيب مش طبيعي يعني اروح اجيب تليفون ب 95000 جنيه تليفون بس، لا انا ممكن اعمل سيت اب كامل ب 95000 جنيه واقل من 95000 جنيه بكتير جدا. انا كنت عامل فيديو زي دوت عن الايفون 17 برو ماكس. انا قلدت يعني مش لا انا مش قلدت، انا مش عارف انا عملت كده ازاي اصلا. من كتر ما الفيديو عجبني بتاع الراجل اللي عمله اللي هو صدومه، اتفرجت على الفيديو كذا مره. والله انا ما كنت كاتب له سكريبت، والله ما كنت كاتب له سكريبت. انا طلعت قدام الكاميرا اتكلمت عن الفيديو، صادف ان هو مش حدش هيصدق الكلام اللي انا بقوله. انا عملت الفيديو كوبي بيست حرفيا من كتر ما الفيديو عجبني والفكره عجبتني، فطلعت اعمل دلوقتي الفيديو دوت عن ال 26 الترا. مش علشان انا ما جربتش ايفون، ومش عشان انا مش قادر اجيب الايفون، هو غالي بصراحه، بس مش عشان مش قادر اجيبه يعني. وبرده انا مش بكره الناس في المنتج يعني، بخلاف ان المنتج اصلا يعني ما يستاهلش الضجه الكبيره ديت. احنا هنتكلم في الموضوع دوت بعد كده، الايكو سيستم والكلام دوت والفخ اللي الناس كلها بتقع فيه بتاع ابل، بس بعدين هنتكلم في الموضوع دوت. بس انا مش بكره حد في التليفون يعني، بس بقول لك لو انت هتجيبه بحجه صناعه المحتوى فانا هقول لك تجيب ايه بنفس المبلغ دوت تعمل سيت اب كامل. طيب احنا دلوقتي بعد ما جبنا الحاجات دي كلها ناقصنا ايه؟ ناقصنا الحاجات اللي هنمنتج عليها، هنبتدي نشتغل عليها. انا في الفيديو الشورتس قلت لك على اللابتوب، انا دلوقتي هقول لك على البي سي. البي سي اللي ورايا دوت مكلفني كده شاكب راكب حوالي 40000 جنيه. البي سي ده بيشغل كل برامج المونتاج
التكنولوجيا اللي تتخيلها. هو ورك ستيشن بيشغل ادوبي دافينشي كابكو، بيشغل اي برنامج مونتاج، وبيشغل العاب كتير جدا 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 فوق ما تتخيل. بس نفسي يشغل جاتا 6 بصراحه لما تنزل، بس مستحيل، ده هتشغل على البلايستيشن 5 بالعافيه يعني. بعد ما جبنا الكمبيوتر بالتجميعه بالحاجات اللي هتشغلنا في المونتاج، احنا دلوقتي ناقصنا شويه حاجات بقى كده تجميليه. ممكن نجيب فار بجد والله، ممكن نجيب الفار ده جزء كبير جدا من السيت اب بتاعي. انا بعشق الكائن ده، انا ما بحبش في حياتي قد الكائن ده بجد اقسم بالله. كائن 24 ساعه هو ما بيعملش حاجه في حياته وهو بيضحكني. فده جزء من السيت اب يا جماعه، ده ديكور، ده ديكور. انا عاوز بقى شويه اضاءات كده وحبشتكات بقى عشان نجمل الخلفيه ورانا. شريط الليد اللي انا جايبه دوت 5 متر او 6 متر تقريبا بحوالي 200 جنيه ببلاش. خرطوم الليد ده والليد دوت الاثنين دول بحوالي 80 جنيه 90 جنيه. عايز اقول لك ان بعد الهليله دي كلها، كل اللي احنا عملناه ده كله اصلا احنا لسه ما عندناش تقريبا 60000 جنيه. خلينا بقى نحسب المجموع الكلي بتاع الحاجات اللي احنا جبناها ديت. جبنا كمبيوتر ب 35000 جنيه، جبنا ستاندات ب 2000 جنيه. الفار ده مش هنحسبه يعني عشان ده اكيد مش ابني، مش هينفع يتحط في الحسبه يعني. جبنا مايك بحوالي 300 جنيه. طبعا ال 2000 جنيه دي الاضاءه بالستاندات، لان انا الحاجات دي عاملها هاند ميد اصلا، الحاجات دي انا عاملها بنفسي، الاضاءه دي انا عاملها بنفسي يعني، سقفوا لي. وجبنا تليفون، هو ال 15 برو دلوقتي بكام؟ طب مش مهم، انا هبقى اجمعها واحطها لكم في المونتاج يعني. هو ده السعر الكلي للحاجات اللي احنا جبناها كلها، لان انا ما عرفتش اعملها على الاله الحاسبه اللي انا بقى اللي انا بعمله. قارني بقى كده، ناقصنا ايه تاني؟ انك تبدا. بص، بخلاف كل اللي انا قلته دوت، انت لو عايز تبدا على السوشيال ميديا وتبقى صانع محتوى، والله ولا هتحتاج سيت اب بالرقم ده، ولا هتحتاج انك تجيب تليفون بالرقم ده، ولا هتحتاج اي حاجه من الحاجات دي كلها. لان انت لو بديت تقول لنفسك انا هعمل محتوى لما الحاجه الفلانيه توفر لي، والله ما هتعمل المحتوى حتى لو الحاجه الفلانيه دي اصلا اتوفرت لك. فابدا باللي معاك، ايا كان التليفون اللي في ايدك هيقدر يصور بكواليتي كويسه جدا، وتقدر ترفع عادي على اي منصه وتجيب مشاهدات وتعمل فلوس وعادي الدنيا بيس يعني. احنا بس اللي معقدينها شويه مع بعضنا. فسواء خدت الاختيار انك تجيب ال 26 الترا او ال 17 برو ماكس او ايا يكن التليفون، فابدا انك تعمل محتوى. وبس، ده كل اللي كنت عايز اقول لكم في الفيديو دوت. الفيديو دوت تحت اشراف الفار بتاعي، هو اللي كاتب السكريبت وهو اللي عامل كل حاجه. بصوا يا جدعان اللطافه. الطف كائن على وجه الارض، انا بحبه جدا. بس هو خلاص يعني فاضل له كام شهر ويموت، لان هو عجوز. الفيران دي اصلا او الهامستر بيقعد تقريبا يعني من 2 ل3 سنين، 3 سنين ونص بيموت. هو بقى معايا كتير، مش عارف لحد دلوقتي لسه ما ماتش ازاي يعني. بس هو قول لهم سلام، يلا قول لهم سلام، يلا قول لهم سلام.